أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي الملك يا ربي الملك والأمر لك آتني يا رب يا وهب لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل وصباح الياسمين على أحلى متابعين. طبعا شفتوا كده من المنظر ان احنا بنعمل ايه. ان شاء الله روتيننا النهارده هنكون بنعمل اكله حلوه قوي قوي قوي، وفي ناس كتير بيحبوها بس صعبه على بعض الستات كده، وان شاء الله بعد النهارده هتكون سهله جدا عليكي. انا النهارده باذن الله هعمل بط وكسكسي، طبعا تحفه، بيبقى احنا بنموت في الاكله دي. بس بقى طبعا بضطر اصحى بدري شويه عشان بتحب حبه مجهود مني، وقت ما بتاخدش مجهود خالص ولا وقت والله، بس يعني ايه تصحي لها بدري كده. هنا طبعا انا كنت منضفه البطايه زي الفل زي الفل، طبعا جايباها من الفرارجي، منضفها لي وحلوه جدا. انا شارياها من البيوت ما شاء الله، دي تربيه بيوت حلوه قوي، بس اديتها للفرارجي ينضفها لي. طبعا عدت عليها تنظيف حلو قوي، وبعدين نقعتها حوالي 10 دقايق في اللي انتوا شفتوه ده. ملح، انا بعمل كده يعني عندي برطمان اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، ملح ودقيق وجنزبيل، ولو عندك بقى قطع ليمون او قشر ليمون، او زي ما حطيت كده قشر برتقال. تمام. وخلاص نقعتها حبه وبقت زي الفل. هنا بقى بصبن الحوض، عشان طبعا انا طول ما انا شغاله ايدي هتبقى في الحوض، بصبن الحوض طبعا مطرح الزفاره ويبقى تمام محاولي الزفاره. وكده خلصت كل حاجه، وما شاء الله البطايه كده بتصفى خالص. هنا بقى بوريكم الطبق ده، طول ما انا واقفه على الحوض في طبق كده جنبي بحط فيه كيس، بحط فيه بواقي الاكل وبواقي الخضار اللي بقطعه وبواقي الزفاره الكلام ده ايه، وباخده بحاله كده وارميه في الزباله. طيب تمام. هنا ما شاء الله انا عندي 3 كيلو دقيق. تمام. طبعا اي كيلو انت عاوزاه، ان شاء الله حتى لو تعملي كيلو واحد هيبقى حلو قوي. احنا بنحبه يقعد معانا ايه يومين 3 كده، يعني احنا بناكله اول يوم على الزفر زي بطايه فرخه لحمه اي حاجه، بالليل بقى بياكلوه بالسكر، بياكلوه تاني يوم بيسخنوا باللبن والسكر بيبقى تحفه. تمام. هنا معايا 3 كيلو دقيق، معايا البوله اللي انتم شايفينها دي ميه من الحنفيه، ميه عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه، حاطه لها معلقه ونص ملح كبار، وبدوبها طبعا، يعني حققي لي الميه تبقى حقيقه كده حلوه مش حادقه، حققها لي كده ايه معلقه ونص بس ملح. تمام. وبحط اهو الدقيق قصادي، وبصوا كل شويه برشرش بايدي كده، طبعا ما تدلقيش مره واحده عشان ما يعجنش منك وملهاش تصريفه، لكن لا انت بتاخدي منه كده من الميه دي وبترشرشي كده. طبعا انا بقلب من المعلقه خشب دلوقتي لغايه ما اوصل، هعرف كده ان انا دلوقتي بقى احط ايدي وافرك بايدي الاتنين طبعا. وكل ما احس ان انا لسه تحت ايدي ايه بحط رشرش برضو ايه ميه تاني. تمام. وهتشوفوني اهو دلوقتي بالخطوات، انا برشرش كده وبعمل بالعصايه لغايه او بمعلقه الخشب دي لغايه ما اشوف اهو. بدات بقى بايدي دلوقتي برضو، وانا بعمل بايدي كده حاسه ان انا ايدي اللي لسه تحتها دقيق، بروح واخده ميه تاني مرشرشه لغايه ما احس ان هو خلاص بقى حبيبات كده، او كل شويه ماسكين في بعض. هتشوفوه دلوقتي، بصوا شايفين الخطوات اهو كده ما شاء الله كده تمام، مفيش تحتي دقيق خالص خالص. ولسه برضو بعمل تاني، ولو احتجت برضو برشش ميه بسيطه كده. تمام اهو كله ما شاء الله بقى حبيبات او قطع صغيره، عجين كده قطع صغيره وبعيد عن بعضها، مش ماسكه طبعا في بعضها خالص. تمام. كده بقى تيجي بقى مرحله الكبه، لا اما انت عندك لا في حاجه اسمها دياره بخروم واسعه كده، دي طبعا الفلاحين اللي هم فاهميني واللي سامعيني عارفين دياره يعني ايه. تمام. انا عندي الكبه ما عنديش الدياره، فبجيب بقى بضرب في الكبه عشان الحبيبات اللي ماسكه في بعضها او القطع اللي ماسكه في بعضها دي تتفك تبقى حبيبات كده، وانا هوريها لكم دلوقتي. بضرب اهو مره واتنين عشان تفك وتبقى زي الفل كده، هوريها لكم دلوقتي. اهو شايفين حبيبات عباره عن حبيبات ازاي، زي حبيبات الرمل او اكبر شويه. هنا في الوقت ده طبعا انا حاطه حله البخار على البوتاجاز اول ما بدات في الكسكسي عشان تغلي، وكله يبقى اول باول كده على طول. غليت معايا دلوقتي. تمام. عقبال ما اخلص بقى طبعا بحط اول باول، كل ما بعمل في الكبه بحط فيها على طول،
بمسحها طبعا عشان فيها لو نقطة مية ولا حاجة، وبجيب الشاشة بتاعتي اللي هي زي الفل دي بتاعة الكسوسي على طول، دي متعانة على طول دي يا حبايبي، ولا بغسلها بصابون ولا بغسلها باريال ولا اي حاجة خالص. دي بقى بخلصها بروح غسلها تحت الحنفية غسلة حلوة قوي بايدي عشان ما تلهاش اي ريحة، عشان طبعا انت بتحطي فيها ممكن تلقط الريحة، اي ريحة انت حطاها ممكن الاكل يلقطها. تمام. انا بقى هعمل كله دلوقتي، هخلط او هضرب الكسكسي اللي انا عاملاه وفي الكبه واجي احط اكمل. دي اسمها اول تسويه. شايفين؟ شوفوا بيفك في ثانيه ازاي معايا مطرح الضرب. كله بقى هعمله بالطريقه دي واخلص. ال3 كيلو هضربهم دلوقتي كلهم وهيملوا لي ما شاء الله الحله دي كلها. تمام. تمام اهو خلصتهم كلهم كده، خلصت 3 كيلو اللي كانوا معايا اللي كانوا في الطبق. كده دلوقتي هغطي. طبعا خدي بالك انا في الوقت ده كنت موطيه البوتاجاز عشان حته الشاشه دي احسن تتحرق، توطي البوتاجاز، وبعد كده في الوقت ده عليت تاني. تمام. تحطيها بقى حوالي نص ساعه. المرحله الاولى بتاخد نص ساعه. تمام. طيب عاوزه اقول لكم بس الاول، بعد نص ساعه بتطبطبي عليه كده، امي الله يرحمها هي اللي معلمانا كده، بتطبطبي عليه كده بتلاقيه زي الطبله كده بيطبل بقى كده، ما شاء الله يبقى استوى حلو قوي. وبتدوقي برده منه واحده كده بتلاقي طبعا فاهمه انت، او بتستطعمي كده مستوي ولا لا. طبعا كنت انا حطيت بقى البطايه والريم بتاعها طلع شلته، وحطيت طبعا ملح والفلفل والقرفه والحبهان واللورا، وحطيت جزر وطماطم والبصل، وقشر بقى ما عندك قشر ليمون حطي، انا بحطها عشان تبقى فتح لي الشوربه هنا. تمام كده خلصت اهو. دي اول تسويه اللي هي الكسكسي طلعت. طبعا بفككها زي انتم ما شايفين كده وارششها بالميه، طبعا ميه من غير ملح خالص، البوله اهي مليانه ميه طبعا وهو سخن، ارشرش عشان يشرب وما شاء الله يزيد. يعني ال3 كيلو دول اللي احنا حاطينهم دي يزيدوا ما شاء الله، يبقوا يدخلوا لك مثلا في 5 كيلو، في 4 كيلو ونص كده يعني. كل ما بتشربيه وهو سخن بيزيد. شايفين ما شاء الله الصينيه بقت عامله ازاي. طيب بعد ما شربناها كده الميه وما شاء الله حطيناها كلها، بجيب كوبايه سمنه. دي احنا كده في المرحله الاولى لسه. حطيت في كوبايه سمنه وبعمل لها كده، بفضل يعني طبعا هو لسه السخن فبتسيح فيه السمنه. دي على فكره دي سمنه بلدي. كده خلاص ما شاء الله دخلت فيها كلها كوبايه السمنه اللي انا حطيتها، بتديها لون حلو قوي وكمان بتنفشها كده. تمام. طيب انا باخد بقى دي فاحط طبعا دي التانية الحاجة اسمها ان انا برده تاني في حلة البخار، بروح ضربها تاني مرة تاني في الكبة، واروح حطها في الحلة دي. هنا بياخد لي في التسوية دي تلت ساعة، يعني ما بياخدش نص ساعة تاني، لا تلت ساعة كده. وتشوفيه ما شاء الله تلاقيه استوى. انا بقى طبعا اهو بضرب في الكبة وبحط تاني. طبعا هحطه على مرتين لانها ما شاء الله هو زاد جدا فلازم يستوي مش كله مره واحده بقى. انا خدته على مرتين كده خلاص ما شاء الله استوى التلت ساعه بتاعه. حطيت طبعا السمنه البلدي بتاعته، شايفين هوريكم دلوقتي شايفين بتعلم في ايدي ازاي من كتر السمنه البلدي. كده حطيت كده خلاص استوى ونزلته هنا بقى طبعا. فبعبيه في الحله ان احنا ناخد منها بعد ما البطايه تستوي، باخد منها طبعا. يعني اوعي بقى يحمض منك لان هو سريع يعني ان هو بيبوظ بسرعه، عشان كمان احنا بالذات في الحر الحاجه دي ما تباتش بره. كده خلاص انا عبيت الحله اللي احنا هناخد منها على طول الاكل. احنا نعمل جنبها بقى طبعا امي الله يرحمها برضو معلمانا، مش عارفه ان في ناس عارفه الشوربه دي ولا لا. بنقلي بصلايه كده حلوه وبنطشها بالشوربه بتاعت البطه، بتبقى تحفه تحفه. جربيها كده وشوفي في يعني، بس قولوا لي الاول في ناس تعرفها ولا لا الشوربه اللي هي ام بصل دي. وبعد ما بتغلي غلوه كده خلاص وبنغري في الاكل اهو ما شاء الله كسكسي زي الفل اهو. وحطيت في المجات بتاعتنا الشوربه اللي هي شوربه ام بصل، والبطايه ما شاء الله حطيت جبت معلقه صلصه وحطيت ملح وفلفل ومعلقتين زيت وحطيتها ودهنتها وحطيتها تحت الشوايه. سهله جدا والاكله كانت تحفه ما شاء الله، كانت حلوه جدا جدا. لو بتعملي الكسكسي بالطريقه دي قوليلي في الكومنتات، لو بتعملي بطريقه تانية واحسن مني علميني، ادي احنا بنتعلم من بعض وبنعرف بنعلم بعض. بس اهم حاجه بقى لو انت اول مره تشوفي قناه والقناه عجبتك ولا الاكل عجبتك ما تنسيش في الاشتراك، وهتشرفيني وتنوريني وعلى راسي. لو انت موجوده عندي ما تنسيش في اللايك الحلو من ايدك والكومنت الحلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.